صباح الخير على كل الاهلاويه الجمال العظام، الجمهور العظيم. قطر بصراحه بتقدم كاس عالم ونسخه محدش شافها قبل كده بشهاده الفانتينو. الفانتينو طلع في المؤتمر قال ان قطر عملت نسخه من كاس العالم ما اتعملتش قبل كده في التاريخ. قطر بتشرف العرب، قطر منعت الخمور. وفي ناس طالعه هنا اعلاميين بيقولوا انتوا تمنعوا الخمور ليه؟ اقول لك انا بكل بساطه يمنعوا الخمور ليه يا استاذ عمرو اديب؟ يمنعوا الخمور علشان حضرتك دول داخلين استاد كوره، مش داخلين حفله مطرب ولا حفله مسرح ولا سينما. كل مكان وليه تفاصيله وليه التزامه وليه وضعه. فحضرتك هم داخلين دلوقتي استاد كره قدم، والرياضه اخلاق، فمفيش اخلاق بتسمح للناس، ومفيش مسلم يا راجل يا مسلم بيهاجم حد مسلم بيعمل حاجه صح تخص الشريعه الاسلاميه. حضرتك زعلان قوي ان هم مش بيقدموا خمور بعيدا عن الدين اللي انت نسيته. ده استاد كره قدم، المفروض ان هي رياضه. ازاي اكون بقدم حدث رياضي ما حصلش في التاريخ كله، دوله عربيه بتشرفك، وانت زعلان ان هم ناشرين احاديث في كل حته وعاملين ايات قرانيه وجايبين اصوات تسمعها تخبل؟ صحفي برازيلي سمع الاذان اتخبل، بقى مش مصدق ايه الصوت الجميل ده، اتعرف على الاسلام. يعني عاملين كاس عالم يشرف وفي نفس الوقت بيحاولوا يعرفوا الاوروبيين على الاسلام، وانت زعلان عشان هم مانعين الخمور. ما علينا، سيبكم انتوا. قطر عامله كاس عالم جامد جدا وهتبقى افتتاحيه جامده جدا، ومبروك قطر، وبجد تستاهلوا علشان انتوا مجتهدين في كره القدم جدا وبتطوروا منها. وبعد كل الكلام ده الاهلي وحشني جدا 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 يا جدعان، جدا بجد. الواحد مفتقد الحياه من غير الاهلي. نهاركم اهلاوي، اهلاوي انا والفخر ليا.